السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا ان شاء الله نشوف هنعمل ايه النهارده. عندنا حوالي ربع كيلو كبدة فراخ، ومع بصلة مبشورة، ومع قرنين فلفل حامي وبارد، وهننزل بالبهارات والتوابل بتاعتنا وعصير ليمونتين. ديت التتبيلة بتاعت الكبدة دي. كل ما يجيلي فرخة أعين كبدتها وجمعتهم وبقت أكلة كويسة اهي. هنلخبطهم كده على بعض، هنقلبهم. التتبيلة ديت بتتحط نية على الكبدة كده، بتديلها طعم تحفة. ومعاها معلقة دبس رمان، مفيش دبس رمان في عسل اسود على عصير الليمون بيدي نفس النتيجة، بيديلها مزاج. بنشوح البصلة بس كده تشويحة، دوبك ريحتها تطلع وتدبل كده، ننزل عليها بالكبدة. بسيطة أوي، عملناها كتير، بس أنا الفكرة من الفيديو إن نعمل الغدا بتاعنا بأقل الإمكانيات ويبقى في منتهى الجمال. ونزلنا بالتتبيلة عليها وهنسيبها تستوي، متاخدش وقت كتير. الكبدة مقطعتهاش لأن هي بتستوي بسرعة. ما فيش عندك كبدة وعندك بتنجان، هات يلا بتنجانة زي كده واعملها صينية. أنا عجن عيش، العيش عملته معاكم كتير عشان أكلنا النهاردة هيبقى عبارة عن عيش وصينية البرنجان ديت وشوية الكبدة. هنحط عليها الطماطم وتوابلها بقى، ونحط شوية زيت والفلفل. انا جبت لكم اللقطه بس وانا بخبز العيش، لان انا عجنت معاكم كتير، عباره عن ميه وخميره وملح ونص كيلو دقيق. عملت منه شويه عيش حلوين قوي بصراحه، طلعوا شويه حلوين. ده كان غدانا النهارده ان شاء الله. وبعد ما خلصت العيش زقيت صينيه البتنجان. ريحتها لوحدها مع شويه التوم اللي محطوطين عليها دول اجمل من اي لحوم بصراحه. ده بالنسبه عندي يعني. طلعت من الفرن شكلها يفتح النفس ازاي، والعيش اتعمل، والكبده طبعا ما خدتش وقت، وغدا بسيط وسريع جدا جدا جدا. هي فكرة الفيديو ان احنا بالامكانيات اللي عندنا نقدر نعمل حاجة حلوة وحاجة طعمها جميل وحاجة تشرف برضه. اتمنى الفكرة تعجبكم. اي حاجة عندك ما تقوليش ما عنديش، اتصرفي. شايفين شوية الدقيق عملوا عيش زي الفل ازاي. ممكن تفتحيه تعملي سندوتشات، وممكن تعملي زي ما انا هعمل كده في الفيديو، وممكن تخلصي الحاجة دي كلها وانتوا واقفة تتغدي وتسيبوهم هما بقى يقولك فين الغدا. ينفع؟ بصراحة طعمها كان خطير خطير خطير. والبتنجان بقى كمان نجيب بصلة بقى كده في شوية خل مع طماطم وخيار، وما شاء الله عليه. أتمنى الفيديو يكون رضاكم. أستودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.